بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميجا ومجموعه من اهم واخر الاخبار. اصدقائي وحبايبي اللي بيتفرجوا على الحلقات يا ريت تتفرج على الحلقه للاخر وتشير الحلقه على احد منصات التواصل الاجتماعي وتدعو احد اصدقائك للاشتراك في القناه. الخبر الاول النهارده وهو خناقه الاهلي بالزمالك على مروان عطيه نجم الاتحاد السكندري، والاعلام كله بيتكلم في الموضوع ده وان في خناقه بينه وما بين الاهلي والزمالك على اللاعب، ولكن في الحقيقه وفي الواقع مفيش اصلا خناقه على الاطلاق. ولا الاهلي محتاج ديفندرات ولا الزمالك محتاج ديفندرات. يعني الاهلي عنده عمرو السوليه وحمدي فتحي واليو ديانج، وكمان عندنا اكرم توفيق بيجيد في المركز ده، فالاهلي اصلا مش محتاج ديفندرات. اما لو جينا للنادي الزمالك هتلاقي عندك في دونجا وفي رؤى وفي السيسي وفي امام عاشور وكمان عمر جابر يقدر يلعب في المركز ده. يعني الزمالك اصلا عنده 4-5 لعيبه مش محتاج ديفندرات على الاطلاق. ولكن المعلومات اللي عندنا ان مروان عطيه شبه متفق مع نادي الزمالك، ويعني كده تقول كده على رن التليفون لو الزمالك احتاجه هيخلص معاه، لو الزمالك ما احتاجوش يبقى خلاص. بس هو واقف على تكه لناحيه نادي الزمالك، ولكن النادي الاهلي لم يتدخل من قريب او بعيد في الصفقه. الخبر الثاني عندنا هو ان النادي الاهلي بيبحث في شراء 3 صفقات هجوميه في المرحله الجايه قبل انتقالات يناير، واللي هتكون غالبا 1 فوق السن و2 تحت السن، لان النادي الاهلي زي ما احنا عارفين اوريدي عنده 4 لعيبه حاليا موجودين محترفين، فالنادي الاهلي مش هيقدر يقيد اكتر من لاعب في قائمه الفريق الاول. عشان كده النادي الاهلي عاوز يجيب 1 فوق السن و2 تحت السن. بالتحديد الاهلي عاوز مهاجم وعاوز جناح يمين وجناح شمال. النادي الاهلي حاليا تقريبا شبه خلص محمد الضوي نجم النجم الساحلي، واللاعب عنده فعلا 19 سنه وصغير جدا، وده هيقدر يتأيد تحت السن ولاعب موهوب جدا. وكل وكالات الانباء التونسيه النهارده اتكلمت عن الموضوع ده، وان النادي الاهلي تقريبا خلص معاه في صفقه تبادليه، بمعنى ان النادي الاهلي له فلوس في صفقه كولوبالي اللي هرب من النادي الاهلي واتحكم عليه بغرامه بيدفعها النادي النجم الساحلي للنادي الاهلي، فنادي النجم الساحلي معهوش كاش يخلص ويدفع الاقساط المستحقه للنادي الاهلي، فالفرقتين يتوافقوا مع بعض ان النادي الاهلي ياخد محمد الضوي ويشوف الاهلي له قد ايه عندهم ويسدد بقيه المبلغ. اللاعب ده لعب 6 مباريات في الدوري حتى الان، جايب 4 اهداف و5 اسيست في 6 مباريات. يعني دي نسبه كويسه جدا، سواء نسبه التهديف او نسبه الاسيستات اللي بيعملها، كده تقول ان هو لعيب موهوب ومهاري بما انه بيجيب اجوان وبيعمل اسيستات. الصفقه دي غالبا هتتم، ودي هتبقى الصفقه الاولى للنادي الاهلي، وزي ما قلنا النادي الاهلي لسه هيبقى محتاج جناح يمين وجناح شمال. الخبر الثالث عندنا والمفاجأة الكبيرة اللي فجرها كابتن سمير عثمان لما قال ان الفار عندنا بعافية كبيرة، يعني بنسبة ان 99% من قرارات الفار بتكون خاطئة. لو جينا نبص للتصريحات دي هنلاقيها ان هي فعلا تصريحات حقيقية، لدرجة ان احنا كمشاهدين واحنا بنتفرج على الماتشات في جوال ما بتتحسبش بداعي التسلل، وهي اصلا مش تسلل، حاجة غريبة جدا ما بنشوفهاش غير في الدوري المصري. اخر حاجة عندنا النهارده وهو رفض الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور بالحجز على أرصدة نادي الزمالك. وزي ما انتم متابعين يا جماهير الزمالك، المستشار مرتضى منصور بقاله 1.5 شهر او 2 شهر ماسك ممدوح عباس في الحلقات اللي بيجيها على الشاشه في قناه نادي الزمالك او من خلال فيديوهات بيبثها عبر قناه نادي الزمالك وقناته، وبيطلع شيكات ومستندات واثباتات انه دفع لممدوح عباس فلوسه، وهو اصلا ما دفعش، لانه لو كان دفع كان هيقدم الاثباتات دي اللي هو بيطلعها لنا كل يوم على الشاشه، وكان وداها المحكمه، وكانت المحكمه ساعتها هتبرأ ساحه نادي الزمالك من الموضوع ده. ولكن سيظل مرتضى منصور يطلع يقول انا دفعت الفلوس دي وانا عملت وانا سويت، طالما الاعلامي الزمالكاوي كله كل يوم بيطلع يطبل مسانده للمستشار مرتضى منصور وليس لنادي الزمالك، فانت هتلاقي نادي الزمالك في نفس الطريق الى ما لا نهايه. المستشار مرتضى منصور راجل بيحب الشهره، غاوي الشهره، وبيحب كاميرات التلفزيون، ودي حاجه احنا عارفينها عنده من زمان. مفيش مشكله انك تطلع في التلفزيون كل يوم، مفيش اي مشكله، بس انك كل يوم تطلع لي بقى شيكات وبتاع، وان انت الفارس الاول المدافع عن حقوق نادي الزمالك والكره في مصر، وانت في الاساس كل هدفك الشهره. كنت حليت ازمات نادي الزمالك. وجودك كرئيس مجلس اداره لنادي الزمالك لحل الازمات وتصريف امور النادي، مش لاظهارها للراي العام واثارتها على انها تعنت من جهات معينه ضد نادي الزمالك. انت كرئيس نادي مسؤول انك تنمي موارد النادي وتصرف امور النادي، والناس تاخد فلوسها ومرتباتها في مواعيدها.
الناس دي ملهاش دخل ان ارصده النادي محجوز عليها ولا لا. ما ينفعش انت تطلع لهم كل شويه تقول لهم انا عملت وسويت. لا يا سياده المستشار، ده مش شغلك. شغلك انك رئيس نادي الزمالك تدير نادي الزمالك لصالح نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك وتصريف امور النادي، وليس اظهارها على العلن كل وقت وكل شهر ساعه المرتبات وتجيب الناس وهي واقفه في الطوابير وكانها بتشحت من النادي، ولكن دي حقها عليك كرئيس نادي. شغلك انك تمشي النادي في هدوء، ونجاحاتك هي اللي تتكلم عنك، مش انت اللي تطلع تتكلم وتقول انا سويت وعملت وكذا 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 وكذا. مش شغلك خالص. اشتغل للكيان باسم نادي الزمالك. لو انت مش قادر تعمل المسؤوليه سيبها. كده حلقتنا خلصت النهارده، واتمنى الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم في حلقه قريبه ان شاء الله. الكوره مع ميجا.